السلام عليكم. وزيرة البيئة طلعت بتصريح مهم جدا النهاردة، بتقول فيه إن مصر اقتربت إنها تدخل منطقة زلازل نشطة. ده معناته إيه؟ معناته إن إحنا ممكن نقابل زلازل لا قبل لنا بها زي اللي جه في 92 قبل كده. طب الحل إيه؟ الحل دلوقتي إحنا عندنا كارثة أو مصيبة في المباني بتاعت الشعب المصري وأغلب الشعب المصري، ان هي مباني ضعيفة، مباني ما تتحملش هزات القوية اللي بتحصل زي تركيا وزي المغرب لما حصل فيها زلزال دمرها. يعني انتوا مش عارفين الوضع اللي احنا فيه. احنا حتى المنازل الجديدة، البيوت الجديدة، الحاجات الجديدة كلها مش معمولة انها تقدر تتحمل زلازل جامدة. اليابان طوروا حياتهم، عندهم المباني بتاعتهم بمباني قوية ومعمولة انها تتحمل الزلازل. طب احنا ما عندناش ده، وما عندناش رفاهية ان احنا نهد ونبني ونعمل بيوت تتحمل النشاط الزلزالي اللي القادم. الناس غلابة. طب ايه الحل؟ يعني انا عايز اعرف ايه الحل. انت قلتي ان احنا قربنا ندخل منطقة زلازل نشطة، قالت لك بسبب ان المية لما بتزيد في البحر الابيض المتوسط بيعمل تغير مناخي وتغير جيولوجي، يعني تغير في قشرة الارض بسبب تقل المية في منطقة البحر الابيض المتوسط، تخلي الكتلة اللي تحتيها هتتحرك. الحل ايه يا جماعة؟ احنا عايزين حد متخصص يقول لنا نعمل ايه في البيوت بتاعة الشعب المصري. ده في ناس لسه في الفلاحين من طوب يا عم وتبنوا، وفي ناس من غير عواميد، وناس يعني بيوتها من الثمانينات والسبعينات. ايه النظام؟ احنا رايحين على فين؟ هل هنصحى ونستيقظ لا قدر الله على كارثة تاخد الاخضر واليابس مننا وتدمر كل اللي احنا فيه؟ ولا نقدر من دلوقتي في خبراء تعينهم وزارة مثلا تبع كليات الهندسة يراجعوا على البيوت تاني ويشوفوا مدى قدرتها على التحمل، ويدوها ايه اللي محتاجاه من دعم، ايه تقوية، ايه اللي ممكن يعني تقدر تظبطه كليات الهندسة في مصر. من فضلكم ابتدوا تحركوا وشوفوا البيوت المصرية ايه الدعم اللي هي محتاجاه ان هي تقدر تتحمل زلازل بقوة 6 و7. انت الخبر هز مصر كله من قريب، يعني مفيش ساعات ان احنا دخلنا والخبر ده لما تقوله وزيرة اعرفوا ان هي بتقوله عن ثقة وعن علم. احنا تعرضنا لأربع زلازل تقريبا أو 6 زلازل في أقل من 14 يوم أو 20 يوم. طب الحل إيه؟ هنستيقظ على كارثة فيها ضحايا وفيها خراب بيوت وفي الآخر نقول ما كناش مستعدين؟ طب معلش نعدي الحتة دي. هل مستشفياتنا مستعدة بالدم ومستعدة بأكياس الدم ومستعدة بالحاجات ديت؟ ما هو لازم يا جماعة لما يحصل كارثة في كزلزال لازم يكون في تدريبات اتعملت ازاي نحمي نفسنا. تعلموا الاولاد بقى، يعني ادخلوا بقى ادم خلاص، يعني بتقولوا دخلنا او اقتربنا ان احنا ندخل منطقة زلازل نشطة. طب قولوا لنا ازاي نتدرب ان احنا نقي نفسنا، واولادنا ازاي يعلموهم في المدارس ازاي يحموا نفسهم لو حصل زلزال يستخبوا تحت الترابيزات. ازاي لو في مدرسة الطلبة ينزلوا ازاي. ابتدوا عرفوهم بقى. يعني هو ده الصح بقى، نبتدي نعلم المجتمع ازاي يواجه زلزال. الموضوع مش هزار، الموضوع ممكن تلاقوا فيه الصبح لا قدر الله آلاف الضحايا يعني. وعدم التصرف في إنقاذ الضحايا اللي محتاجين تبرع بالدم، اللي محتاجين يوصلوا المستشفيات. المستشفيات تكون على أتمة الاستعداد، وزارة الصحة تبتدي تستعد لوجود كارثة. لازم يكون عندنا طاقم مدرب على مواجهة كوارث الزلزال، مش الزلزال بس. احنا اولا لازم بتوع الهندسه يبتدوا يعاينوا البيوت كلها في مصر ويشوفوا البيوت محتاجه ايه ويدوها صلاحيه او عدم صلاحيه، او اللي لقوا بيته ضعيف لا ياخد قرار ازاله وما ما يموتش. ما تسيبوش الناس تموت كده بسهوله، حلوها قبل ما تحصل. ويشوفوا برضو لا قدر الله وحصلت هتحلوها ازاي. ابتدوا يرسموا سيناريو لحل مشكله كبيره ممكن تحصل لا قدر الله زي زلزال 92. يعني انا قلت الخبر دوت وربنا معاكم، وعايز اعرف ارائكم. شاركوني ارائكم ازاي نقدر نواجه قبل الزلزال واثناء الزلزال وبعد الزلزال. دي ثقافة شعب يا جماعة. عرفوني ارائكم نعمل ايه. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله.